بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في الست حالات اللي اتكلمنا عليها قبل كده. قلنا هنتكلم عن الخشونه بتاعه المفاصل، ومن ضمن الاسئله اللي بتجي لنا كتير جدا من العيانين بتوعنا اللي هي ما هي خشونه الركبه؟ يعني ايه يا دكتور احمد خشونه الركبه؟ وبحس بيها ازاي واعرفها ازاي؟ ببساطه يا جماعه، ادي مفصل الركبه اللي احنا بنشوفه اللي هو ما بين العظمه بتاعه الفخذ وعظمه بتاعه الرجل، ودي اسمها الصابونه. المفصل اللي هو اللي في النص ده اللي هو مفصل الركبه، اللي هو بيتكون من الغشاء السينوفي اللي هو مبطن الركبه، والغضروف اللي هو مبطن العظمه بتاعه الركبه نفسها. اللي بيحصل بعض التغيرات في الركبه دي اللي بنسميها خشونه الركبه، يبدا حجم الغضروف نفسه حجمه يقل شويه نتيجه سواء عوامل كتيره جدا. اسباب الخشونه كتيره جدا. في عندنا عوامل وراثيه، يعني من ضمن اهم الحاجات اللي عندنا الجيناتيك اللي هي عامل وراثي. في عامل تاني عامل السمنه، زياده الوزن. في عامل تالت استهلاك المفصل، ان العيان يستهلك المفصل بصوره زياده شويه. في عامل رابع الامراض، لا قدر واحد عنده مرض زي الروماتويد، الصدفيه، الذئبه الحمراء، الاملاح زي املاح النقرس، املاح الكالسيوم تترسب في بعض المفاصل وتؤدي الى خشونه الركبه. ممكن الاصابه في الركبه، الاصابه القديمه في الركبه ما اتعالجتش كويس، واحد عنده تمزق في الغضروف او تمزق في الرباط الصليبي وما اتعالجش كويس، ممكن يؤدي الى خشونه مبكره في الركبه. يبقى دي من ضمن العوامل اللي بتاثر على خشونه الركبه، ان الواحد يجي له اصابه او كان وزنه زياده او كان عنده جين وراثي او استعمال خاطئ للمفصل. فدي من ضمن الاسباب. بعد كده يبدا يحس بايه العيان؟ يحس ان عنده الام في الركبه. امتى الالام؟ في الاول خالص بيبقى في اول مراحل، بيبقى بعد زي مثلا مع المجهود البسيط او المجهود الزياده شويه، ان هو يتحرك يطلع السلم بعد مثلا دور التالت بقى بتاعته يا دكتور، او العيان بعد مرحله زيد شويه مثلا المرحله الثانيه او المرحله الثالثه يقول لك يا دكتور اجي اطلع السلم مش قادر اطلع السلم، او عنده صوت ترعه في الركبه، او ان عنده التهاب في الركبه، حصل تورم في الركبه. كل دي اعراض للخشونه. او ترعه في الركبه، دي اشهر مشهور يمكن بس بسمعها كتير جدا، يقول لك انا عندي ركبتي بتطرع يا دكتور، فده الصوت بتاع الركبه. خلي بالك برضه انا عايز انبه حاجه على